العالمين. نعم. نعم. في الأنعام أيضا: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. يعني انتوا يا جن جيتوا على الانس وضحكتوا عليهم بالوسوسه، وهم قعدوا يتقووا بيكم وقال انا احضر الجن وانا اخرج الجن. يا عم ما دام تحضر الجن ودي واحد جن عند شارون خليه ينسى القضيه ويسيب القدس. يعني يا عم ما سيبوا الكلام ده يعني اسد علي وفي الحروب نعمه. يا عم بلاش الكلام اللي مش هو ده. وتركض من صفير الصفيري. لا مش ممكن. نعم. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. يعني احنا وصلنا إلى إيه؟ الجن يقول هذا. سبحان الله. احنا وصلنا إلى نهاية الإيه؟ الحياة. سبحان الله. قال من؟ الله سبحانه وتعالى. النار مثواكم خالدين فيها. مش يعني لمن؟ الجن مع الانس الاثنان تآزرا في الانحراف بعيدا عن منهج الله. نعم. نعم. احنا استمتع بعضنا ببعض وبعدين بلغنا اجلنا الذي اجلت لنا. دخلنا في تهويمات بقى، اللي راكبه جن واللي راكبه عفريت واللي يطلع العفريت واللي مش عارف الكلام من ده، وكل واحد عنده عقد نفسيه. ولا تؤمن بهذا الكلام؟ لا انا اؤمن بما جاء في كتاب الله. في يعني جن في تحفظات عن المس واللبس شوف. ليه اذكار الصباح والمساء؟ لكي تقينا من هذه الامور. تمام. ليه استعيذ بالله من الوسواس الخناس؟ ليه وانا داخل دورة الماء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادخل باليد اليسرى؟ ليه دايما الانسان على ذكر؟ زي ما قلنا في حلقه الشيطان، اذا ذكر الانسان خنس الشيطان. بيت تقرأ فيه البقره بيت صفر من الشيطان. مش ممكن يكون في شيطان في بيت فيه البقره. لكن لما راجل طول حياته نكد مع زوجته، والمرأة والعياذ غير أمينة على مال زوجها، يا أخي اللي مش عايز الشياطين، ما الشياطين موجودين أصلا. الشياطين ليه؟ هم أنفسهم شياطين. ده هو أداهم وكالة معتمدة عند كاتب ظلم وليس عند كاتب عدل، وخلاص بقى ماشي الموضوع. يعني التعامل مع الجن في مثل هذه الأمور يدخل الاثنين النار والعياذ بالله، لأن هو انفصلوا عن كتاب الله عز وجل. يا اخي الجن المؤمن مشغول بعباده الله. المسلم الذي يذهب الى من يتعامل مع الجن. لا انت تذهب الى كتاب الله، اقرا البقره بفضل الله عز وجل يذهب ما بك. اما واحد عنده عقد نفسيه، واحد عنده امراض. المشكله في اليد يا مولانا. وماله؟ يطهر يده. اين يده؟ يطهر يده، يكثر من الذكر، يتوب الى الله، يؤوب الى رب العباد، يستقيم على طريق الله، يعمل خير، يخلي الصالحين يدعوا له، اخوانه في المسجد يدعوا له. لما كان ابن عمر كل ليله الجمعه يختم القران، كان يجمع اليتامى والصبيان الحي ويقول امنوا على دعاء عمكم فان دعاءكم مستجاب. ابو ايوب الله يرضى عليه السختياني كان في مصر في عصر تابع التابعين، فكان له جار فاسق فاجر سبحان الله، فمات. قال يا ابو ايوب تعالى صلي على الراجل. نعم. قال له ابو ايوب، فراح صلى على الرجل ودفنوه. جاء الرجل في الرؤيا لأبي أيوب، وجد يرتع في الجنة. قامت القيامة في الرؤيا عند أبي أيوب. قال ما الذي جاء بك إلى هنا؟ قال يا أبي أيوب لو أنت كنت من الذين يملكون رحمة ربي إذا لأمسكت خشية الإنفاق. يا سلام. فأبو أيوب صح من الرؤيا، طرق وخد زوجته وطرق على باب، بيسأل الزوجة من خلف الباب زوجك يعني كان كما كنت ترى، لكنه كان كل ليلة جمعة يجمع يتامى الحي ويطعمهم بيده ويمسح على رؤوسهم ويقول ادعوا لعمكم عسى أن يتوب الله عليه. يا سلام. لا تستقل عمل خير أبدا. سبحان الله. شوف الكلمة الطيبة. الشفاعة يوم القيامة تيجي يطلع لك واحد يقول لك ألا تعرفني؟ قول لا أنا يا رجل مررت مرة فسلمت عليك، يعني انا سلمت بسيت عليك، يعني قلت خلاص خد يا اتكل على الله. اي معروف اعمله. سبحان الله. اي معروف سبحان الله. وشوف لا تحقرن من المعروف شيء ولو فرس نشاه. فرس نشاه يعني حافر تعطيه هديه تكسب بها قلب. هكذا. نعم على الاعراف. نعم.